أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفن والمجتمع. احنا داخلين على شهر كريم وبنحب نقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا بطل عالمي، بطل في حاجة غريبة شوية، أنا عن نفسي أول مرة أسمعها وحابة إن هو يتكلم عنها باستفاضة. بطل عالمي في الموي تاي. انت سبقت وقلت الموي تاي. معكم ومعانا نجم العالم، البطل العالمي فادي العنداري. اهلا بك يا فادي. اهلا فيكم، شكرا كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشكرك على المقدمه الحلوه، بتشكركم على المقابلات اللي عم تنعمل. الموي تاي هي لعبه تايلانديه، ملاكمه تايلانديه. ما انا لسه هسألك يا فادي. فادي طبعا من دولة لبنان، دخل بطولات كتير، ولكن انا لفت نظري البطولة دي، فكنت حابة اعرف منك تكلمني عن نشأتك الاول وازاي وصلت ان انت تكون بطل عالمي. نحكي عن النشأة من أنا وصغير. النشأة من وانت أنا وصغير والدي الله يرحمه كان يلعبني جيمناستيك. والدي كان يلعب جيمناستيك، كان بطل فيها، بس على صعيد يعني لبنان وهيك. كان يربط لي إيدي، يمسك لي إجري ويخليني أتحرك بإيد وحدة، لا يقوي لي إيدي على الجيمناستيك. توفى كان عمري تقريبا 8 سنين، وترك في أثار الرياضة لأن كان يلعبني رياضة. من هونيك كبرت معي الرياضة، صرت أحبها. بعدين كان في أولاد كبار بالمنطقة اللي عايش فيها، كانوا شوي يعني يجوا يعيطوا علي، يجوا بده يمدوا إيدهم أكبر مني، فكنت ما أعرف كيف بدافع عن حالي. صرت رحت على نادي بوقتها كيك بوكسينج، كان بعدها توب كاراتيه مسمينها. يعني التنمر عليك هو اللي خلاك توصل لأن أنت تفكر تكون بتلعب ألعاب قتالية؟ صحيح، وهي أكترية اللي بشوفي أبطال العالم بيكونوا معرضين هني صغار لهالقصص هيدي. صحيح، أكترية الأبطال. فرحت على نادي كان في توب كاراتيه بوقتها، وبعدين الفول كونتاكت، وبعدين بالثمانينات جابوا الكيك بوكسينج على لبنان وبلشوا تنتشر بالدول العربية، وكنت أنا بلشت فيها من صغير ووصلت فيها لمرحلة عالية بالنسبة لها كمدرب. من هناك شوي شوي بالتسعينات بلشت تنحكى بالموي تاي، وكمان اجت عن طريق كمان مدربين على لبنان، وبعد هيك نشرناها بالدول العربية. بالنسبة لكلمة الموي تاي، يعني ايه موي تاي ومشتقة من ايه؟ هي الموي تاي هي الملاكمة التايلاندية، بسموها الموي لأنه الموي عندهم عدة، بالموي التاي عندهم عدة بروجرامات بيلعبوها، بيلعبوا أشياء دفاع عن النفس. البوكس العادي بتختلف كتير أكيد. ايه وجه الاختلاف ما بينهم؟ سؤال حلو. الموي تاي والتاي بوكسينج او الموشية والموي بوران، كلها مجموعة من تحت العنوان الموي والملاكمة التايلاندية. انه هي مزبوط الملاكمة التايلاندية، بس هي مش بس ملاكمة بالايد. اللي بيختلف فيها جدا جدا هي انه بيستعملوا القلبز، الكوع، نترجم الكوع. بيستعملوا القلبز الكوع، وبيستعملوا النيز الركب، بيستعملوا النيز. فهي انشهرت كتير بضرب الكوع والركب. فمشان هيك هي كانت فترة انه مش رياضة انه متاحة انه واحد يلعبها كدوليا او يلعبها كاتحاد دولي. شوي شوي تطورت الحمد لله، صار يحطوا سيفتي، صار يلبسوا بالركاب، وصار يلبسوا على القلب، يلبسوا الاشياء اللي تحمي، لانه ضرب المسافة القلب والقريبة ممكن تأذي اكثر من ضرب اللكمة. اول بطولة انت دخلت فيها كانت سنة كام وكانت في اي دولة؟ اكيد بلبنان، يعني كانت بطولة الأندية، ومنطقة أنا كنت ساكن منطقة جبلية بعيدة عن العاصمة. في نفس اللعبة ولا في لعبة بالكيك بوكسينج أول شيء؟ كانت بالكيك بوكسينج. بعدين جذبتني الموي تاي أكتر لأنه أقوى، وحسيت فيها أكتر دفاع عن النفس. في يعني جذبت إلها لأنه بتحسي أنه ممكن لما تنزلي على الشارع في أشياء تستعمليها تدافع عن نفسك فيها أكتر. وأنا كنت بوقتها هدفي بالكيك بوكسينج أنه مش أنه خبط أو أربح بطولات، كان نفسي، كان يعني فكري أنه دفاع عن نفسي. هذا كان فكري. الحمد لله هلا أنا كمدرب دائما بنصح تلاميذي أنه نحن بتلعبوا ألعاب قتالية مش لتضربوا الناس، لتدافعوا عن نفسكم إذا اضطريتوا تدافعوا عن نفسكم. إذا طب وبعد ما أخدتها في لبنان، قول لنا بقى كده إيه مراحل البطولات اللي أنت دخلتها من لبنان لمثلا دولة تانية لبطولة تانية؟ مراحل كتير هيك. يعني ادينا نبذة كده. هلا في مراحل عدة بطولات عملتها كأندية لبنان، وبعدين اجت فترة
وقفت الكيك بوكسينج ونقلت على كمال الأجسام. كنت بودي بيلدينج، كان أضع شايفة ما شاء الله جسمك رياضي. العضلات متظبطة كنت أكتر من كده يعني، كان الحجم أكبر يعني. فكنت ألعب البودي بيلدينج، هو الكمال الأجسام، التضخيم. وصار معي كم شغلة خلتني وقف الكمال الأجسام، ومنهم كمان تعرفت على الاتحاد اللبناني الثقافي البدنية بذيك الوقت. فقالوا لي انه الحجم هذا الكبير لما توقف بيصير معك مشاكل وهيك، فافضل تلعب اللعب اللي هي الفتنس بادي، اللي هو اللعب العرض الصحي مع موسيقى، مع حركات راقصه اللي هي مثل الجيمناستيك. فقلت لهم بالفعل انا بوقتها قلبت من بادي بيلدينج، كنت بطل فيها بلبنان، وبعدين دخلت الفتنس ودخلت اشتركت معهم بالبطولات بالاتحاد اللبناني للثقافه البدنيه، وكان في بطولات المراكز العربيه واشتركت فيها وربحت فيها 3 مرات كمان، المراكز العربيه بطولة العرب مع الاتحاد العربي للثقافه البدنيه. فين بقى؟ هيدي كانت لا كانت بالشام. الله يعني يحيي الشام ويحيي كل الدول العربيه يا رب، نرجع مثل اول واحد. وبعد كده البطولة العالمية أخذتها فين؟ بعد كده انتقلت على الكويت، اشتغلت بالكويت بال 99 وال 2000، لان فتره التسعينات كانت فتره بطولات الي ما بين الانديه اللبنانيه وما بين المراكز العربيه وما بين كمال الاجسام وما بين. بعد هيك انتقلت على الكويت وكنت اشتغلت بالكويت، ومن هناك جددت شوي بالموي تاي، وكان بلشت تطلع بال 2005 و 2007 بلشت تطلع شيء اسمه الالعاب القتاليه المختلطه. مين مثلك الأعلى في الرياضة في البطولات بتاعتك، أو مين اللي كان بيدفعك لأن أنت توصل للمراحل الجميلة دي؟ شوفي أنا حقيقة والدي توفى كنت صغير، وكنت وحيد على يعني وحيد على 3 بنات، وكنت شوي بدك تقولي يعني مثل انه واحد عنده هيك شوي تعب، ستريس بالحياه. الستريس هو شو بيقولوا له بالعربي الضغط، ضغوطات عندك، ضغوطات الحياه. فكنت كنت ادرس وكنت اشتغل والعب رياضه، وكنت حاول اجمع بين هول 3 لاقدر يعني كفي علمي ولا اقدر انه عين مين اللي دفعك؟ مين اللي اداك الدفعه دي؟ مثل هو النقطة اللي بدك إياها انه الضغط الحياة دفعتني. لا انا عايزة شخصية يعني شخصيا. هلا والدي كان يلعب جيمناستيك وحط فيي هالشيء، هاي من الاشياء اللي دفعتني. بس شخصيات عالمية ما كان في شيء ببالي معين. اكيد هلا كنا نشوف، بس اكيد ليك مثل اعلى. كنت نشوف انه مثلا ارنولد بالبودي بيلدينج. بس اجت فتره لما بالتسعينات لما بلشت اشتغل مع الاتحاد اللبناني للثقافه البدنيه وهيك ولعبت الفتنس، فبعشفت ارنولد انه لا، انه لازم اوصل لهالمرحله هيدي. دور الوالده كانت معك ايه؟ يعني نقول مثلا وراء كل بطل رياضي يطلق عليه اسمه فادي العنداري أم عظيمة، وخصوصا ان احنا الايام دي بنحتفل بست الحبايب، يوم الام العالمي. الله يطول عمرها. اذا بدي احكي عن كل سنه وهي طيب، خليك ويطول عمرك، وانت كمان ام، والله يخلي كل الامهات، والله يرحم اللي ماتوا. اذا بدي احكي عن امي بدها كمان مطوله، ممكن اعطيك شيء بسيط. انا بالنسبه لي امي هي دنيتي كلها يعني. كانتش بتخاف عليك على اساس ان انت وحيد على 3 بنات من لعبه شرسه زي دي؟ طبيعي بس انا بختار لعبه قويه، يعني احنا عندنا هنا نقول لعبه شرسه. ايه صحيح، طبيعي. اكيد يعني كل ام بتخاف عنه ابنها يلعب لعبه قتال. انا بعرف من مدامتي، عندي اولادي كمان ابطال بالكيك بوكسينج والموي تاي، والكبير شوي اخذها جديه وهلا دخل بطولات بوكس وعم يربح، اسم الله يعني اسم الله عليهم، عم يربحوا لهم كذا سنه بالكويت. والكبير حابب انه بعد يعمل اكثر مستقبليا كبطولات عالميه، والله يوفقه. وبعرف من مدامتي بتخاف كثير انه بديش يلعب اللعبه، وعم تقول لي انت عم تحط فيها اللعبه، فانا بدي اياك تشيلها من راسه هاللعبه. فعم نحاول نخليه يرجع على الباسكت، بس بحبوا الباسكت، كانوا عايشين بتورونتو كندا، هني كنديين. بس قلت لها اذا بحب الشغله خليها علي، يعني انا اعرفها خطره، بس هي بتعتقد انه انا اللي حطيت الالعاب القتاليه فيه، انا حطيتها فيهم ليدافعوا عن نفسهم. بس اذا حبوا يحترفوا ويكفوا يعني الله يوفقهم يا رب، ويمثلوا لكندا، وكمان هن بضلوا عرب يعني بضلوا يمثلوا كمان دول عربيه اكيد. فادي ربنا يوفقك. انا عارفه ان لسه في كمان تكمله لما هننتقل للشقه. لا في انتقال، هننتقله بعد شويه للشقه، عشان انت قلت في معاك
هدايا وفي الأحزمة اللي أنت أخدتها في البطولات بتاعتك، وأنا شاكرة ليك. أكيد شاكرة وجودك معايا، وشرفتيني ونورتيني، وأهلا بيك في برنامج الفن والمجتمع. شكرا، يعطيكم العافية، شكرا لكم كتير، وتحيا مصر أم الدنيا.